مرحبا حبيباتي الغاليات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وسلامة. بنات، وصلنا للبارت 8 من قصة الأبواب الخمس. تعالوا يا ولد خالتي، شوفوا بنتكم المسوية روحها فقيرة وخيرة، تلعب بسمعتكم شقة شبر، العقل شرفكم صار بالمنطقة فلس ما يسوى. الكل نزل من غرفهم وطلعت خولة وشافت الرسالة بيد صالحة. عمشة وغمة، شنو حسك واصل للجيران؟ تخبلتي؟ تعاي عمه شوفي بنتك الخيرة الفقيرة اللي تحامين إلها كل الوقت. انطلعتني أنا وأختي سحارات وذيابة وهي النعجة الفقيرة الماكليها. عبيد، تخبلتي؟ شجاك ولك ليش هيك تعيطين؟ هاك أخذ عيني وأقرأ الغزل والحبيات لأختك، شوف ياهو من المنطقة حاط عينه عليها ويتغزل بيها وأنتو نايمين ورجلكم بالشمس. ذكرى، أني دمي نشف وباوع الخولة هادية ولا كانها مسوية شي. كان يعيط عبيد، هاي شنو ولج؟ خولة، هو أني افتهمت؟ إيش بيكم أنت تعيط ومرتك تعيط غير أفهم؟ إيش سويت؟ لو مرتك شافت كذبة جديدة حتى تذبها براسي. عمشة، ولك عبيد لا تشلع عفاد، إيش بيها أخيتك؟ هذا واحد داز رسالة إلها وكاتب بيها. صالحة، أوقف عيني خل أقرأ لكم. وسحبت الورقة من إيد عبيد وبدت تقرأ بصوت عالي. عزيزتي خولة، بعد التحية والسلام وصلني آخر مكتوب الحضرتك، وأني أحترم جدا رأيك، لكن أتمنى ما تخوني الكلمات وأكون قادر على إيصال مشاعري. لا أطلب الكثير، فقط أعطي مجال لقلبك وقلبي لكي يتحابان أكثر، ولا تطلبي مني الابتعاد مهما كانت ظروفك. سأكون لها عونا، والابتعاد عنك كأنه الابتعاد عن الحياة، وأنا متمسك بك لأبعد حد. أعطيني فقط فترة زمنية معينة لإيصال كل ما أشعر به، وأنا متأكد ستحبيني كما أحببتك. لا تعرفي منذ اليوم الذي رأيتك فيه وأنا عيناي لا ترى سواك. أرجو من قلبك الطيب السماح لي بالسكن فيه، وسأكون خير ساكن وخير رفيق. أنتظر إجابتك بفارغ الصبر، لا تتأخري بالرد على من عشق عيناك. تحياتي وأشواقي، عاشقك المتيم. وحاط حضرة جناب حرف أي بالإنجليزي وحرفها. كانت تنزل الورقة من إيدها وعيونها تتشمت بخولة. صمد تقرب من خولة وعيونه براسه، وجوح وعبيد كلها نفخة ريشة، واحدهم يريد يتسابق حتى يضربها. هي مباشرة عاطت، ومنو قال إلي؟ ومنو يقول مالتي؟ صالحة، لا مال أم الرسالة دزوها لأمي واسمك عيني مو موجود عليها؟ انتي بالذات سكتي، لا كل شوية واحد منكم مسوي مكسورة وموقعها براسي. تعرفون كلش زين صالحة وسهرة يردون ينتقمون مني. وحدة لأن باقت ورادت تذبها براسي وما قدرت، والثانية الأخو هالمرة الصاير رجال براسي وذب بلاء علي. لعبتوها النفس ياهو يجي وعاد تعالي خولة، انتي هيك تسوين؟ كافي حرام عليكم، ولكم مو أختكم جايبيها من الشارع ومربيها؟ هم كان رحمتوا بحالها. وقعدت بالقاع تلطم وتبكي. ساهرة، يما يا العيارة، لك شقد شايفات بنات خفيفات وحيالات مثلك ما شفت، ولك ما تفلتين هالمرة منها، اسمك عليها. وإذا اسمي هسه أقدر أجيب ورقة وأكتب كلام عليها وأكتب اسمك لو اسم أختك وأقلب البيت عليك وأقول مصادقة على أخويا. ساهرة، نشبي حقيرة عبالك أني مثلك أم الولد وساقطة؟ كانت تضرب عمشة ساهرة على حلقها بطرف إيدها وقالت، هاي بدال زلمتك الواقف ويسمع خيتة تناطحن عليها مريته واختها ويذبن بلاهن عليها. ساهرة، شفت أمك شلون تمد إيدها علي؟ جوحي، يما تصدقين؟ تكذبين؟ شلون تمدين إيدك عليها الضربة الخولة؟ مو الساهرة. دهر الصابك واللفلف عظامك، تعال طقني يا يما حتى تفوخ مريتك. يا يما مو هيجي أني قلت، بس هم ما يصير تضربيها وأني واقف قدام الكل. كانت لاسن على أخيتك وتنشد عليها الساقطة، وأسكت أم مداكم من زلم مشوربة.
عبن النسوان راكبة ومدندلة رجولتها، ضارة شيك على مريتك وخيتك تدوس على راسها. عبيد: مو زين الهسة مذابحيها؟ تعالي قومي وفهميني هذا منو صاحب الرسالة، وهاي سوالف العياط واللطم مو علينا. خولة: شو تريد تذب البلا مال مرتك على الناس وأقول فلان تدزها؟ والله عيب عليكم تصدقون بنسوانكم. صالحة: ولك شلون ما يصدقون هاي الرسالة بيدهم؟ تعال ماما مهند، من انطاها إلك؟ مهند: عمو هناك بالشارع. وش قال؟ قال انطيها لعمتك خولة وانطاني فلوس، وقال لا تنطيها لأحد، وانتي أخذتيها بعد ما ينطيني من وراك. صمد: شوفي خولة، إذا ما حكيتي منو هذا أخاف عبيد وجوحي يسكتون إلك، أني أذبحك، كل شي نعبره ونبلعه إلا سمعتنا. تالي وقت تصير بين حلوق الناس 5 رياجيل بالبيت وخدهم تصادق وتتملعب، انطم روحنا أحسن. خولة: إيش بيك صمد أنت هم صدقت؟ أقولهم والله مو إلي، أحرق روحي يلا تصدقون؟ فلاح: خولة، الرسالة بيها اسمك وماكو عاقل يصدق هي مو إلك، احكي منو هذا، أقلها نروح نطيح حظها، بيتهم والله نشيلهم من المنطقة، بس قولي منو، إذا أنت مالك ذنب مثل ما تقولين أقلها نربيه إله ونشوفه شلون يتجرأ ويدز رسالة. زين منا الهسة وعاقلين ونسمعك إلك، ترى الشغلة كبيرة، احكي منو هذا. ما عرفه، وروح أبويا ما عرفه، ولكم رحموني أبوس رجلكم تعبت، إلا أحرق روحي يلا ترتاحون، يومية مشكلة يومية طلابة، أحلف وأعيط وما حد يصدق، شو وقت تصدقون بيه؟ خلصت عمري جوا رجلكم، يومية خانقين وذابين بلوى براسي، خليتوني حتى أكره عيشتي، الله لا يوفقكم، إلا أحرق روحي وخطيتي برقبتكم. ركضت والكل ركض وراها وسحبت دبة صغيرة مال نفط برا بصف السكراب، تريد تذبها على نفسها، وكان يلزمها جوحي وفلاح وسحبوها من إيده ودخلوها سحل للهول. ذكرى: لزمناها الخولة أنا وبدعة وقعدناها وعدلنا شعرها حيل ما ظهرها يقهر. عمشة: يبو عليكم يا ولد عمشة، البنية راحت من إيدي، لا اعتراض على عطيتك ربي، انطيتهم إلي وأني أقول حزام ظهر، الكبر تتالي هالنسوانهم ظلوا. عبيد: يما كافي عياط، خل نفهم، انتي وبنتك اكلتونا أكل، من كل عقلك يا يما رسالة واقعة بيدنا وباسم خولة، شو تريدين نطبطب عليها ونقولها عاشت إيدك تمعشقي والهوا بظهرك؟ أختكم شريفة، وهاي الدروب مو شدروبها، ودومها محبوسة بهاي المهجومة، وما يوم طلعت منها، وراكدة ومالها حس ولا تخش بسوالفكم، وهاي الورقة أمريتك وراها. صالحة: خوش والله، هالمرة أني السبب؟ والله أنتو ناس باطلة، أختكم تلعب لعب وأنتو تدورون حجج حتى بس تطلعوها بريئة. ساهرة: ذاك اليوم باقت أخوها وذبتها براسي والكل صدقها، وسالفة أخويا صاروا ضده، ونجم طلع رجولته على أخويا وحاماها، وهسه هاي قدامهم ورقة وباسمها ويطلعون حجج من جوا القاع حتى ما حد يتقرب منها. يا معودة ما يفيد، لو منكم أشد قرون وأقعد وأسكت. صمد: ليش هاي عليا من احترمي نفسك، ترى ساكتلك من الصبح أنت وأختك، لأن لي هسه ما نعرف هاي الورقة ألمن، بس تتجاوزين علينا، لو مو رجلك واقف أطيح حظك وأكسر سنونك بحلقك. جوحي: أنت رجال ومد ايدك عليها حتى أذبحك بيدي، مرتي وتتجاوز عليها قدامي؟ فلاح: حقه صمد، ما شفت حكاية مرتك ايش كبرها، وانت عبيد ما رديتها، تقبل تشد قرون؟ عبيد: جوحي، إذا ما تأدب مرتك وتطيح حظها قدامها تاخذها وتطلعون من البيت، المرة اللي ما تحترم حموينها وما تلزم لسانها ما لها مكان ببيننا. جوحي: اعتذري ساهرة. ساهرة: يعني عفتوا شغلة خولة وحرتوا بي على حكاية قلتها بعصبية؟ صمد: مو كل حكاية تنحكي وتتعبر، انت تعديتي، ولو مرتي حاكيتها وروح أبويا ليلة ما تظل ببيتي. جوحي عاط بساهرة وقال فضينا واعتذري.
ساهرة مو قصدي، العفو منكم، أخوتي أنتو وعلى راسي. أني من قهرتي هيك حكيت، هاي أختكم تلعب بسمعتكم وأنتم مصدقيها. فلاح قلتيها أختكم وما له داعي تشناين ظلات هنا، وحدة تحكي والثانية ترد، كل شن على غرفشن وما أريد وحدة منكم هنا. صالحة يا وتريد نصعد وما نعرف ايش راح تسوون بخولة. فلاح قلت كلكم يلا، بدعة ذكرى وانتم مهند أخذي أختك وصعدوا، أحد بيكم يشوف كلامي غلط؟ الكل صعد وظلوا الأخوة ويا خولة وأمهم. قالت عمشة اسمعوا يا ولد عمشة، أخيتكم ما تلزمون شعرة منها، أنا أقعد وياها وأعرف كل شي منها. عبيد يمه غيرنا ناس تذبحها. شنو دجاجة وتذبحها؟ دين على الشيطان ولا تعيدها، البنية حلفت بروح أبوك، الورقة مو إلها. صمد أني آخذ مهند بيدي وأتمشى بي، لازم يعرفه مني يشوفه، وإذا عرفه لا أخلي دمه بطوله. عمشة لزمة للوليد وربك يحلها، ولا واحد منكم يسولف لمريته، الزموا لساناتكم. تعي يمه إليه. قامت خولة وبعدها تبكي وأخذتها أمها ودخلت للغرفة. ذكرى طبيت الغرفة بدعة والجهال يقمزون، قعدت على المندر وبصفي بدعة وقالت تتوقعين هالورقة الخولة؟ إيه إلها وتعرفه. بدعة مثلي توقعت هيجي، شفتها كم مرة فوق السطح ومرات بالحوش تباوع على البيت الجديد المبني يم بيت أهلك، ما لمحت أحد بس دوم عيونها طايرة هناك. ذكرى وآني مرة شفت شالت ورقة من القاع وحطتها بصدرها. بديعة بس والله صايرة ممثلة، مرفت أمين مو مثلها، وتحلف بالله وروح أبوها كذب. ذكرى موقفها صعب، أنا قلت راح يذبحوها والله. أمها ما تخليهم، وهم هي ذكية، عرفت شلون تلوفها. من راحت تحرق روحها متت من الخوف. ما تسويها، كلنا واقفين، منو يخليها تسوي هيجي؟ معقولة هيك تغيرت وصارت تكذب وتحلف بالله كذب وتمثل؟ بديعة أنا حاسة ما متعالجة وطايبة كلش، لأن مرات تتصرف شغلات أحسها مو بوعيها وتتصفن هواية، وذاك اليوم بالليل طالعة تفتر بالبيت حافية، وتوصل يم كل باب تفتحه تباوع تصفن وترجع تسده. من شفتها هيجي ركضت ونمت، وقفلت الباب وغطيت راسي. دقايق وانفتحت الباب مالتنا، لأن مقفولة ما قدرت تدخل، ومن يومها ما أنام إلا قفله. لا تخوفيني منها عافية، احنا ما نقفل الباب، هو منو يقفله؟ كلنا بس نسده. من شفتها قمت أقفل الباب وأقرأ آيات يلا أنام. ذكرى إيش قد كرهت هذا البيت ساعة السودة من إجيت بيه. بديعة من رجعنا من الخطبة وأنتي وضعك مقلوب. ذكرى قدامك بيت كل الوقت مشاكل وطلايب وما تخلص هوسة، 24 ساعة بس وقت النوم يهدأ، وهالمرة حتى وقت النوم لازم واحد يخاف، لأن خولة تفتر علينا، والله أعلم شبيها وشنو حالها وش ناوية، وما تريدين أكره هذا البيت؟ بديعة قسمتنا بعد، أروح أكمل العشاء هسه عيد صمد جوعان. بديعة صار هدوء جو ذبحوها خلوها؟ لا خطية إن شاء الله ماكو شي، أنزل وياك حتى بسرعة نكمل العشاء. نزلنا لقينا الأخوة قاعدين ويسولفون، وعمشة وخولة ماكو. كملنا العشاء وصحناهم، ساهرة وصالحة ما قبلن ينزلن، والولد قعدوا يتعشون، وعمشة تباوع على كل واحد وياهم. سويت لفة ودخلت على خولة، قلت أكيد جوعانة. أول ما دخلت سحبتني من إيدي وقعدتني بصفها. خولة الله جابك هم زين، كنت حايرة شلون أصيحك. ذكرى خير محتاجة شي؟ هاك أكلي أكيد جوعانة. ما أريد زقوم، ركزي وياي ذكرى، باكر من الصبح ترحين لأهلك. ها؟ لأهلي ليش؟ راح تقولين قدام صمد وأمي رايحة لأهلك ساعة وترجعين،
وتاخذين هاي الورقة وتعطيها لأكرم جيران أهلك البيت الجديد. لطمت على صدري. عزة، شو تقولين يا أكرم هذا؟ اسمعيني، باكر لازم أكرم يختفي. إذا لقفه مهند راح يقول هذا أبو الرسالة، وراح تثبت التهمة علي، لأن صمد راح ياخذه ويفتر بيه. يعني تعرفين هي إلك؟ إيه إلي. لعد ليش هاي الهوسة مال قبل شوية واللطم وحلفان وردتي تحرقين روحك؟ من كل عقلك أقول إلهم الورقة إلي، لو أسكت كان ذبحوني. كم دمعة على لطمة أهون من ضرب أخوتي، واحتمال ذني الحقيرات يحركن أخوتي أكثر ويذبحوني حتى يخلصون مني. زين وأني شعلي بكل هذا؟ ساعديني بهاي الورقة. أني بهاي الورقة مفهم أكرم كل شي، ولازم يختفي هالكم يوم، وأني ما أقدر أطلع ولا أقدر أدز على أمل، لأن راح يعرفون ما عندي غيرك أأمن بيها وتقدر توصل البيت أكرم بدون ما تثير الشكوك. عندك علاقة بيه؟ والله مو علاقة، هسه توني حظي الفقر تعرف عليه. هو كان يذب لي الرسائل من الحائط الغبي، هالمرة منطيها المهند، يمكن لأن شاف هوسة وخاف يذبها، وكتل نفسه. كم مرة قلت له أني مو مال هاي السوالف، أني ما أحب. هم جتي تدزين إله؟ شلون توصل رسالتك وانتي ما تطلعين؟ من يشوفني بالحوش من سطحهم ينزل وأطلع بالباب بحجة أشوف الجهال، أشمر الورقة وأطب. ومرة كتبت له إياك تكتب اسمك، كان يكتب اسمه ويوقع. وبعدها تاب، وآخر رسالة قلت له ظروفي صعبة وآني مو مال زواج، وآني أرملة مو بنية. وإجاني الرد، بس هالمرة بيد مهند، والله مي يفتهم وأثول. عافية خولة، طلعيني منها، أخوك إذا عرف إلي يذبحني. رفعت حاجبها خولة وقالت بهدوء، وإذا عرف بنجم هم يذبحك؟ شنو تهدديني؟ وثاني شي أنا ما عندي شي ويا نجم، ذاك أخوك وروحي له. متأكدة؟ ترى أروح والله، وهم حتى يلتهون بيكم ويفكون ياخة مني. دمعت عيني من الخوف وقلت لها شو تريدين؟ اسمعي كلامي وما تشوفين شي مني ما يعجبك، ما طالبة شي كبير. بحجة أهلك تدقين الباب راح يطلع أكرم، بس انطيها إله كل شي لا تحجين وياه، وادخلي لأهلك. وأني مفهمته كل شي، وحتى وصيته أبد ما يدز شي بيدك حتى لا تخافين وتنحرجين. زين ومنو يقول مهند ما يعرفه ويندل بيت هذا الولد؟ لو يندل البيت كان أخذهم بلحظته. مبين منطي رسالة بباب بيتنا وما يعرف لا اسمه ولا بيته، وإذا وصلت هاي الرسالة إليه راح يختفي وما يتواجد هالكم يوم، وراح يدورون ويملون ويضطرون يغلقون الموضوع. جيبيها لازم من الصبح، لأن وراها صمد راح ياخذ مهند، وبذاك الوقت راح تصير مصيبة. ما وصيت يا معودة، وتذكري شي، إذا وقعت أحرق الأخضر واليابس وياي. عفت اللفة عالشرباية وقمت أخذت الرسالة وحطيتها بصدري، والهوا قوة أتنفسه من الخوف. أني بلا شي جبانة، هالمرة صارت هاي الورقة يمي. قمت حتى مني يصيحوني أجفل، عبالي عرفوا. بالليل إجا نجم ودخل الغرفة والكل نايم، وما عرف أي شي من الصار. خلصت الليل كله ما نايمة، حتى البدعة خفت أقول لا تروح الفلاح تحكي. حسيت أني صاحبة الرسالة وأنا راح أنذبح. ساعة أقول أذبها وطبها مرض، شو تسوي خلي تسوي. بس من أتذكر قابليتها بالتمثيل وشلون دوخت أخوتها ومنطتهم حق لو باطل، أقول خاف تسوي وياي الأضرب. قعدت الصبح، نزلت أسوي ريوق ساعة 7 الصبح، أغسل باستكانات وقع من إيدي واحد. ساهرة ثول فزيت شبيك وين بالك؟ من الصبح مثولة، هسه تجيك عمشة تطيح حظك، وين بالك؟ تعبانة شوية. بديعة صباح الخير. ساهرة زين من قعدتي، تعالي الهاية، وين بالها ما أدري، استكان كسرته، أخاف تكسر ماعون وتخلي مصباحنا أسود من ورا عمشة، أروح أقعد جوحي. بديعة شبيج ذكرى؟
ما بي، بس قلبي على أمي، حلمت بيها حلم مو زين ولازم أروح لها. روحي شوفيها. أخاف صمد ما يقبل. دفعي عمشة عليه وهسه يقبل. أكمل الريوق وأروح. عينك على الجهال فدوة. يونس البارحة بالليل مسخن، شلع قلبه يلا نزلت حرارته. بديعة، ليظل بالك عيني عليهم. كملت الريوق والكل قعد عدا فلاح، لأن طالع الفجر عنده بناء وعبيد للسكراب. قال صمد وين مهند؟ صالحة نايم. ليش؟ قاعدي أريده. من يقعد أنزله إلك؟ بس ما قلت لي ليش؟ أريده مو إلا تعرفين. غير ابني وأني عمه ورايده ولا تتدخلين. اللهم طولك يا روح. عمشة، بسكم تتناقرون من صباحيات الله. صالحة، غير أعرف شي يريد بابني. عمشة، وانتي شكو سكتي ومن يقعد ابنك دزي العمة ولا تكثرين السوالف. نفخت صالحة بضوجة ورجعت تكمل أكلها وتلوب، تريد تعرف ايش عندهم ويا مهند. ذكرى، قاعدة أشرب شاي وأحس تيزاب من الخوف. قلت الصمد قدام عمتي، صمد من رخصتك ساعة أروح لأهلي وأرجع. خيرك، منو مات؟ اسم الله الرحمن الرحيم عليهم. ليش هيك تقول؟ لعد ليش ترحين؟ ايش عندك؟ ذاك الأسبوع رحتي. حلمت بأمي وقلبي نار عليها، والله ما تأخر. خوش والله، هالمرة كل ما تحلمين تركضين لأمك، لا تنامين بعد. عمشة، شنو لعد غير أمها؟ يما صدق ذاك الأسبوع كانت يمهم. عمشة، أني لو خولة متزوجة وبنفس الدربونة يومية أدز عليها. مو تزوجت ومرة واحدة رحتي لها؟ هي غير كانت مريضة ومعلولة، والسيد الله يرحمه قال لا توصلين تزيدين مرضها، وأني وحق أبو الحسنين قلبي موتشر عليها، عبن كل ليلة أنوح لما ما يطق قلبي وأنام. هاي وحيدتي ومريتك وحيدة تهلها، ساعة زمان وترد. يما أني ما أريدها كل شوية وطافرة لهناك. عمشة، قومي يما وسلمي لي على أمك. صمد، يما وغمة، اسكت ولك. قومي شبيك مدوهنة ولا تتأخرين. صار عمه. باوعت على صمد ضاج بس ما حكى. ما طول عمشة انطت الموافقة، ركضت لي فوق وطلعت الرسالة كنت ضمتها بملابسي، وحطيت عباية على راسي وبملابسي طلعت أركض. شفت بدعة تنظف المطبخ، وصيتها على الجهل وطلعت. بقيت أمشي وأتلفت أخاف أحد يشوفني، وأقول بقلبي الله لا يوفقك يا خولة على هاي السالفة، هسه أني بيها عليها، ربي سترك. وصلت الباب أهلي، وقفت وأباوع يمنى يسرى، الدنيا الصبح وماكو أحد. تحركت شوية خطوة لأن بيت أكرم حايط على حايط ويا بيت أهلي. دقيت ويا كل دقة أحس عظمة بجسمي تتكسر من الخوف. دقيت ودقيت هواي وسمعت منو؟ صوت رجال. يا رب يكون هو مو واحد من أهله، دخيلك إلهي. انفتحت الباب ولد شاب استغرب وقفتي وقال نعم أختي تفضلي. أنت أكرم؟ نعم أني أكرم، منو أنتي؟ مديت إيدي وقلت له هاك. شمرتها عليه ودخلت ركض البيت أهلي، حتى من داريت أخذها أو لا. ودخلت المطبخ أهلي ألهث. شافتني مرت فوزي وداد. شبيج ذكرى وجهك أصفر؟ ما بيه. شو جاية من الصبح؟ جهالك بيهم شي؟ انطيني مي عافية، ريقي ناشف. هاك أسوي لك ريق ويانا؟ لا متريقة، اجيت أشوف أمي وأرجع. أمك نايمة والكل نايم، أنت تعرفين الساعة بيش هسه؟ أي أعرف. يلا أقوم وأجي غير وقت. كانت طب أمي حضنتها من الخوف والبية، تمنيت أرجع طفلة وأختل بحضنها وما أطلع منه. أم ذكرى، شبيك ماما صاير شي؟ لا سلامتك، قلبي نار عليك وجيت أشوفك وأروح. جهالك زينين؟ الحمد لله بخير، لا يضل بالك. فوزي، هلا بهذا الصباح الحلو، هاي منو يمنه؟ سحبها وباس راسها.
والله ماكو أحلى منك ومن قلبك. شلونك حبيبي؟ بخير إذا أنت بخير. أنا بخير وعافية بحسك وحس أبويا، الله يحفظكم إلي. وداد أحس بحساب ذكرى ويانا اليوم الريوق ما يحلى إلا وياها. والله تريقت وإجيت. ماكو إلا تتريقين وياي. اشتاقيت لقعدتنا سوا ونقسم الخبزة بيني وبينك. يا ريتنا بقينا هيج. أوف بيتشي أحد مضوجك؟ ولو رجلك حقير وما بي خير وأكيد هو اللي مضوجك. لا مو هو، لا يضل بالك. وراح أتريق وياك. بسته وقعدت يمه. الله انطاني أخ حنين علي حتى أحن من أبويا وحيل يريد خاطري. قعدت أتريق بنص أهلي وأبويا هم قعد. سلمت عليه وأكلت زين لأن ارتاحت بينهم. ومهدي عيط يريد يونس. قلت له غير مرة أجيبه إلك. بقيت ساعة ونص ورجعت. خفت لا هذا الاسم أكرم بالباب وينطيني رسالة. طلعت مو أمشي تقول سباق عندي، بس ردت أدخل للبيت. أول ما دخلت وصلت للحوش كان تنجر إيدي وأشوف نجم قدامي. جفلت وهو أعصاب ولو بيده يقطعني. كان يجرني حيل من الورا البيت، مساحة بيها سكراب وغراض، وكان يلزمني من رقبتي حيل وخنقني. نجم شبيك؟ ش عندك ويا جيران أهلك؟ احكي. قمت أبكي يعني شافني. عوفني راح أموت بيدك. عافني وشهقت من البكي. نجم إذا ما حكيتي هسه أروح الصمد وأخليه يذبحك. والله ما مسوية شي. شفتك وقفتي ببابهم وشمرتي ورقة. كنت رايح للدكان وبرجعتي شفتك وركضتي لبيت أهلك. يعني معقولة عندك شي وياه؟ لا وداعت جهل ونظر عيني. قام يضرب على راسه ويقول فهميني قبل ما أذبحك وما أدري بروحي. حكيت كل شي إله وقلت له على التهديد خولة. دفعني وركض عليها لزمت إيده. دنقت على إيده وأبكي أبوس إيدك لا تروح لها. اليوم أذبحها وأخلص من مصايبها. هاي شافت ما حد يقدر عليها. نجم ما راح تسكت، راح تحكي شغلات ما حلوة وما صايرة بيننا. أحلفك بكتاب الله لا تروح. ولك وخرة مني اليوم أعلقها وأنا على الساعة اللي إجت بيها للدنيا، وأريد أشوف شلون تحكي. ودفع عيد ذكرى ورجعت شلبت بيه حيل. أبكي وأتوسل بيه. أبوس إيدك راح أروح بالرجلين. أحلفك بيه إذا بقلبك بعد إلي خاطر. مباشرة نزل المستوى قعدتي وقومني. إيش بيك؟ يعني راضية كل شوية تهدد بيك؟ راضية والله، بس ما أخسر جهالي. تعرف شنو إذا حكت وقالت أنت كنت تحبني وأني أحبك؟ المصيبة ما راح تقول الصدق، راح تحرف وأشكال تطلع كذبات. أنا شفتها بسالفة هذا الولد. لو تشوفها إيش سوت بأخوتك راح تعرف قابليتها بالكذب لي وين وصلت. مو بعيدة تحكي شغلات مسويتها وياك بالحرام وتحلف عليها. أنا سمعتها بإذني شلون تحلف كذب بأبوك وبالله. يعني ماكو أسهل من الكذب عدها. لا إله إلا الله. وأسكت إلها؟ لك هاي تخبلت لازم واحد يوقفها ويعيد تربيتها. بس مو أنت، أترجاك، لأن هي لازمة هاي النقطة عليك وعلي. شفيني شرها، الله يشفيك نار جهنم. أنتي ليش هيك جبانة؟ نجم إذا صارت وحكت وصدقوها أخوتك يعني صمد يقتلني خلاص. وإذا ما قتلني يشهرني ويدزني لأهلي، وهاي فضيحة لأهلي شكبرها. إذا ما قالوا مصادقة حماها بنفس البيت يعني أبويا يموت ما يتحمل. عدا أخويا الله أعلم شنو ردة فعله، وأكيد راح يحرمني من جهالي. وآني موتني ولا أنحرم منهم. كلمة منها راح تدمرني. أنت رجال ما راح تتدمر بقدي. كافي تبكين كافي. راح أطب أذبحها كافي. سكتت بس لا تحكي وياها ولا كأنك تعرف شي. وهي ترى ما مسوية شي وياه، بالعكس طلبت منه يبتعد عنها. وبعد ها هي المشكلة أكيد راح يبتعد. نجم أحلفك بأعز شي عندك ما تتقرب من خولة. جر نفس بعصبية وراح وإجا. وقفت قباله ودموع تنزل على خدي والشهقة بصدري. وقلت له احلف. ودعتك ما أحكي بس سكتي.
وإذا سوت شي ثاني خولة، لو مو أنتي بذاك الوقت، لو أعرف أنعدم أقتلها خلاص ورب الكعبة. ماشي، إن شاء الله ماكو شي. عدلت العباية ومسحت دموعي، دنقت أكو بوري قديم مال مي، فتحته وغسلت وجهي، لقيت نجم صافن علي. قلت له قد حلفانك؟ قده، روحي دخلي لحد يحس. طبيت حيل ما بيه، لقيت بدعة بوجهي، فتحت عيوني مصدومة، قالت لا تخافين، كنت واقفة هنا خفت ساهرة لو صالحة يطلعن ويشوفوكم. والله مو مثل اللي ببالك والله. بديعة، على كيفك راح تخربين؟ أعرف، لا تخافين، أعرفك شريفة وبنت أصول، والعيبة ما تطلع منك، ومن نكمل شغل تعالي وسولفيلي. أمشي وأسب بقلبي بخولة، وبالساعة اللي دخلتها بهذا البيت مخلصتها بيها هبطات ومغثة. صعدت لي فوق، لاقاني صمد، لازم إيد مهند، مبين راح يفترون. بلكك تنلقف وتنكت الكتلة زينة. والله من ورا الهبطات مالي اليوم تمنيت خولة يخبزوها خبزة معدلة حتى تبطل هاي سوالفها. رجعت ورا مرتاحيت، حكيت كل شي البدعة، ما ردت تاخذ نظرة علي. يمكن هذا السر كان المفروض ينضم، بس ما طول خولة تعرف ما يعتبر سر، لأن راح أبقى تحت رحمتها. بدعة ما ظهرت أي ردة فعل محلوة، بالعكس حذرتني من خولة وقالت ابتعدي عن نجم أكثر من قبل، ودوم لا تتواجدين من هو موجود، وخاصة قدام ساهرة وصالحة، حتى أخاف بيوم الذب بلاها عليك الكل يشهد إلك بأن أنت بعيدة عن نجم. لأول مرة أرتاح وأني أحكي. أني طول حياتي ما عندي أخت، وبدعة صارت الأخت إلي، ومن يومها إيدي بإيدها، حتى نتشفى شر خولة جاي يوم بعد يوم يزيد. أخذوا مهند ويومين يفترون به وماكو أي نتيجة. لزمت عمشة ولدها وقالت تسدون الموضوع، وعبيد حاول ما يسده، بس قالت إله عمشة قضيتوا الوليد، سيحتوا دمه، وتاليها غير الفضايح والهرج ما نحصل، والأوادم تاكل وجوهنا وعلج بحلوق النسوان نصير، وأولهم خالتكم غنية وبنياتها. عبيد، لعد نسكت يا يمه، حتى عيب بحق شواربنا. عمشة، شنو البنية ما سوت شي وراقدة يمي، وهي ورقة ولت، وآني لي هسه ما مصدقة خولة. آني أقول هاي مريتك ولا تزيد وتعيد بيها يا بن بطني. بس يمه يا طلابة ما تخلص، اسكت ولك وانتو تسمعوني، أخيتكم مريضة ومالها حيل، كل شوية واحد ضاربها منكم لا تتخبل البنية وتحرق روحها. أحلفكم بتراب أبيكم واخروا عنها، البيها كافيها، وحق الرضا الما شافت عيني، واحدكم لزم شعره منها لا أشحتكم كلكم من البيت وحيروا بزمانكم. الكل سكت وخاف من تهديد أمه ونسد الموضوع، بس الكل من يشوفها يدير وجهه منها، وهي ولا دايرة بال. مر أسبوعين والكل ساكت وحايرين بعرس نجم، المبقى كم يوم ويعرس. خولة قاعدة بالقاع بالهول وتاكل عسلية بالطحين، حاطت الصينية يمها وتاكل وتباوع علينا شلون نشتغل، وهي ولا تمد إيدها، والراديو الصغير يشتغل، حاطته على الشباك وموخرة البردة، وساهرة وصالحة يطحن طحن منها، وحدتهم إذا تلزم خولة تشرب من دمها. أنا ابتعدت عنها تماما، بس قلت لها الرسالة وصلت، ومن يومها مالي دخل بيها. قالت ساهرة ما تقومين تشتغلين ويانا، لو رجلك محناية وما تقومين. خولة 4 جناين بالبيت المن قايمة آني. صالحة مو خدم الحظر تش نشتغل. خولة مو لجل عيني تشتغلن وصاخت البيت وصاختشن انتن ورجولتشن وجهالشن، ننظف وراكم على شنو قابلاني الموسخة؟ وإذا تردون أشتغل ترجع عمشة وقولن إلها، وآني من عيني أنظف من فوق لي جوا. بديعة تباوع علي وتأشر راح تعلق. صالحة
يجي يوم يا خولة وأكسر خشمك اليابس وأرد لك سوايتك بينه، لا عبالك نسيت؟ خولة: ولا أني نسيت يا أم مهند. ذكرى غيرت الموضوع وقلت: إيش وقت تجي العروس وتجيب جهازها؟ خولة: ما ظل شي يا مرت أخويا، وتجي المسعدة راح تقش البيت وراعيته. وكان تطلع أغنية قامت وجرت وصلة وشدتها وترقص، وجرت بانو ومرتضى ترقص وياهم، وبدعة تصفق إلها وتهلهل. صالحة: على شنو تهلهلين؟ بديعة: غير عرسنا جمة بقالة شي، ليش ما نفرح؟ ذكرى: اتذكرت عرس أخو بدعة بعد باكر، شو هاي ولا جابت طاري، سحبتها وأخذتها للمطبخ. أقول لك بدعة، هسه تذكرت شغلة، شو وقت تحضرين روحك؟ على شنو؟ عرس أخوك عقب باكر. الله يهني ولا أروح، خليني قاعدة وساكتة. ليش ولك؟ أهلي ما يردوني وعزموني حالي حال الغريب، والغريب مو إلا يحضر. لا تقولين هيك، أعرف بيك تحبيهم وتحبين أخوك، بس هم ما يردوني. يا ذكرى، الله يهني سعيد بسعيدته، هم من يوم ما زوجوني نسوا عندهم بنية اسمها بديعة، المن متذكرتهم بعد. امشي نطلع النسوان حموينك ليلزمن خولة ويكتلنها. يعني هيك قافلة ما ترحين؟ قافلة وداعت بنتي، خليهم براحتهم واني هم براحتي. أعرف بدعة بتأذايا حيل، بس هذا طبعها من زمان تضم بقلبها وتتحمل. رجعنا إلهم وبعدها خولة تهز، وذني على ساعة يلزموها ويعدموها، وهي ولا يمها. مرت الأيام ركض بركض، وبين حياتنا ببيت عمشة وبين ركضنا على جهالنا والعيشة. اليوم عرس الغالي على قولة عمشة، اليوم الكل مخبوص. قاعدة ألبس جهالي، ناي لبستها بدلة مال حوراء بنت فوزي أخويا، وداد قالت ما أحتاجها، بعد حوراء وكبرت وما تصير عليها. لبستها لناي، عمر ناي صار 5 أشهر ونص، وهي مدبدبة، تخبل ملامحها والشعر خفيف حيل، بس مبين نقره مو سرح، طالعة على أهل أبوها. ويونس لبسته ملابس مهدي هم صغار، انطتهم إلي يا وداد لأن صمد ما قبل أشتري، قال ما عندي منين أجيب، وأني لبست فستان مشجر عندي من أني وبنية، بعد على قدي لأن ما سمنت. فتحت شعره وحطيت طوق ومكياج خفيف، ودورت حذاء العرس لبسته. طبت بدعة قالت هايش طالعة عين تخبلين ولك انت العروس. يا معودة اللي سمعك يصدق، والله العظيم تخبلين أحلى جناين بيت عمشة. لا، العروس الجديدة أحلى، أني عندي أنت أحلى. لين تحبيني وأنتي هم تخبلين طالعة؟ يا معودة على قد حالي، المهم نتونس ونرجع. قلت لها يلا امشي. ذكرى، أريد أسألك شغلة بس محروجة. ما بيننا حرج، احكي، احنا خوات. خو ما ضايجة على عرس نجم. جريت نفس وابتسمت وقلت لها بالعكس فرحانة، الله يهني. الله يريح بالك، يلا امشي. نزلنا والكل متجمع ونجم عيونه حايرة، ومن نزلت رفع راسه وباوع علي وقال يلا مشونا. واقفة وشايلة ناي وبيد الثانية لازمة يونس، وباوع على نجم لازم ايد مرته ويبتسم بوجهه. رجعت بذاكرتي اليوم زواجي والشون بارك لي. يمكن ما أحس بشعوره بذاك الوقت، بس اليوم تأكدت كان شعور يأذي، لدرجة تحس القلب يريد يطلع من الصدر، حتى النفس يدخل للرئة يجرح. تقربت منهم وبوست العروس، وقال إلها هاي مرت أخويا صمد. سهاد: أهلا وسهلا، وابتسمت بوجهي. مديت إيدي وقلت له بالخير عليك خويا. مد إيده وباوع بعيوني وقال شكرا. سحبت إيدي منه وطلعت بهدوء، الناس فرحانة وهوسات ودبجات. قامت عمشة وطلعت، طلعت من جيب دشداشتها قلادة ذهب على شكل ليرات مدورة، ولبست العروس، وهاي أول مرة تسويها عمشة.
خلت الجناين وحدة تباوع بوجه الثانية، وخولة متكتفة وتتفرج عليهم، ومن لبستها طقتها بهالهولة، وكأن ما تقول إلنا شفتن مو قلتلكم؟ أني ما اهتميت، بس ساهرة وصالحة مثل النار وذب عليهم نفط، عيونهم بيها الغضب والغيرة، وجههن تغيرت ملامحه، وحدتهم ما قدرت تخفي اللي بداخلها، وخولة متشمتة بيهن. اختنقت من الوضع ومن الكل وحتى من نفسي. قلت الصمد أريد أرجع للبيت، ما قبل أرجع. قلت للجهال ضوجوني، قال أوصلك وأرجع. ورجعت للبيت وحدي أباوع شلون هدوء بس أني بي، تتنقل عيوني على كل بيبانة وحياطينه. قلت يا بيت إيش راح تشوف بعد؟ صعدت للغرفة وسديت الباب وحطيت الجهال يمي. شوية ورجع الكل. كان نجم الوحيد اللي ينزف في فندق ما راد بالبيت، وعمشة ما اعترضت رغم أخوته كلهم ما قبلوا، بس عمشة ما كسرت بنجم والرادة سواه وانزف للفندق. وكانت خايفة من ساهرة وصالحة ليسوون شي بليلة عرس نجم، وتنعاد سالفة جاسم وكسرون بعمشة وبفرحته. يمكن هذا الشي بصالحي حتى أتعود على الوضع الجديد. ثاني يوم اجت العروس الجديدة الجنة الخامسة البيت عمشة. دخلت وذبحة وجوا رجلها كل شي جديد دنشوفه، ولا وحدة من عدنا سوولها هيك، وهذا الشي خلت جناين كلهن يضوجن. عمشة يما أخذ مريتك وادخل بغرفتك. سهاد شكرا عمّا ما قصرتي، شقد حنينة أنتي. سلمنا كلنا عليهم والجهال فرحانين بالعروس. أخذ نجم عروسته وقبل لا يدخل سألته أمه وين بياضها، طلعها وانطاها إلها واشتغلت الهلاهل، وعيون عمشة على صالحة وساهرة. دخلوا غرفتهم وإحنا التهينا بالشغل والطبخ، ولازم نكمل الغدا لأن أصدقاء الولد جايين يتغدون. انكسر ظهرنا من الشغل، حيلنا راح، وخولة بس قاعدة تقرط خيار لو تلعب ويا الجهال. كملنا يومنا بطلعان نروح ركض بركض. كنت أذب روحي بالشغل حتى ما أفكر، وبالليل أنام على وجهي. وثاني يوم العصر قاعدين والعروس بنصنا، وعمشة طايرة بيها، وسهاد مبينة حبابة ولسانها حلو. نجم طالع، جوي أصدقاء عزموه، وفلاح وعبيد وجوحي راحوا يبيعون عتيق، استلموه الصبح ولازم العصر يبيعوه، وفلاح نايم. اندقت الباب، طلعت آني أفتحها أباوع نسوان 2 وبنية. قالت أم عبيد موجودة؟ إيه تفضلوا. عمّا نسوان عليك. قالت عمشة منو بيهن؟ دخليهن. دخلوا النسوان وبوستهن، وإحنا وحدة تباوع بوجه الثانية. قالت صالحة هذني منو؟ أول مرة أشوفهن. بديعة وآني هم أول مرة أشوفهن. خولة قاعدة وتمشى طلبان ولا قامت حتى ولا باوعت عليهن. قامت بدعة تسوي شربت وقامت وياها سهاد لأن مستحية وما تعرف الناس، وظلينا إحنا نسمع وكاتلنا الفضول منو ذني. كان المرة الكبيرة قالت خيم معبيد. منو منهن خولة؟ رفعت راسها خولة مستغربة وقالت المرة ما شاء الله عين الله عليها، حليوة وسمارها يسر النظر. عمشة رحم الله والديك خيه، والله يا أم عبيد سألنا عنكم والناس حمدت بيكم، وإحنا رغم جدد بالمنطقة بس الزين من الشين معروف، وآني اليوم اجيت أخطب خولة الابني أكرم. لهنا حبايبي ينتهي البارت، انتظروني بالبارت الجديد إن شاء الله اليوم، وإذا نزلت قصة يا أجمل الوحوش أنزلها لكم. انتظروني حبايبي، أحبكم هواية هواية ومع مليون سلامة.